السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش ندعي لأهلنا في غزة ان ربنا ينصرهم نصرا يتعجب منه اهل السماوات والارض. وصفتنا النهاردة هي الجاتو بطريقة سهلة، بدون تعب بدون مشقة. هتعمليه بطريقة سلسة جدا. تابعي الفيديو للنهاية علشان تشوفي كل التفاصيل. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي 6 بيضات بحرارة الغرفة، عندي تلت كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، نص كوباية من المية المتلجة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من محسن جيل اسمه بونو بلس، دي الماركة اللي أنا بستخدمها، وعليهم معلقتين كبار من الكاكاو. أنا هاخد كل المواد الجافة ما عدا الكاكاو. تمام، أنا هنا بنتي بتساعدني. عايزين ننخل كل المواد دي علشان ندخل فراغات هواء للكيك. الخطوة دي بتفرق، بتخلي الكيكة هشة وخفيفة. لان انا مش هعزل صفار عن بياض، انا هضرب كل المكونات دي مع بعض، حتى المية والبيض كل ده هضربه مرة واحدة. ودي طريقة الاسبونج الجاهز. زي انت كده مش هتشتري ان شاء الله اسبونج جاهز تاني، هتعمليه انت مع نفسك في البيت. الطريقة دي سهلة جدا، بسرعة، مش هتاخد وقت معاكي، لان احنا هنا مش هنعزل الصفار عن بياض. انا هنا حطيت الجيل على مرتين علشان يعني المعلقة ما اكتملتش، فانا كملت المعلقة، بس هو بياخد معلقة هرمية صغيرة. عندي نص كوباية من السكر، هنزل بيها عليهم. هنضرب الاول على السرعة الاولى، تمام، لغاية ما يمتزج بس الخليط، وبعد كده هبدأ ارفع السرعة بتاعة المضرب. هنا لون الخليط معايا اصفر لاني انا مستخدمة بيض بلدي، انت ممكن تستخدمي البيض الابيض. تفضلي اضربي كده لغاية ما اللون يفتح معاكي ويبقى فاتح كده، والقوام بتاعه شبه الكريمة. وقت الضرب هياخد مثلا حوالي 10 دقايق كده. افضلي اضربي كده، تمام. شايفين كل ما اللون بيفتح معايا؟ افضلي اضربي، تمام، لغاية ما توصلي الى قوام كريمي. تمام، هي بنتي حابة بس تشارك معانا النهاردة. تمام، خدي وقتك في الضرب علشان يطلع معاكي. شايفين القوام هنا شبه الكريمة بالظبط. شايفين عامل ازاي؟ افضلي اضربي كده، خدي وقتك في الضرب. ولو لقيتي المضرب معاكي سخن ممكن تريحيه. انا هنا هاخد 4 معالق كبيرة من الخليط ده، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. تمام، خدي 4 معالق واركنيهم على جنب. هننزل بالكاكاو هنا، هنخله برضو. تمام، بعد كده هقلب كل المواد دي بالمضرب، وبعد كده هنبدأ نعمل الكيك بتاعنا. هنفضل نضرب كده زي ما انتوا شايفين لغاية ما الكاكاو يمتزج مع الخليط. بعد كده هنجيب قالب مقاس 30 في 40، تمام، علشان نصب فيه الخليط. بس قبل ما نصب الخليط، انا المعالق اللي احنا اخدناها هنحطهم في كيس حلواني، تمام، زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو دلوقتي. وعلشان هعمل بيها شكل معين كده لتزيين الجاتو. احنا مش هنعمل كريمة للجاتو من فوق، لا، احنا هنعتمد على الشكل اللي احنا هنعمله من الكيك نفسه. تمام، انا بقلب من تحت لفوق علشان اوزع الكيك كويس وعشان ما يبقاش مفرغ. تمام، انا عندي هنا ورق زبدة مرسوم عليه دواير. ارسمي دواير بشكل عشوائي. ابتدي كده بقى عبي الدواير اللي احنا عاملينها دي بالخليط اللي احنا اخدناه في البداية. تمام، بالشكل ده. انتي ممكن تعملي دواير اكتر من كده لو انتي عايزة شكل اكتر. احنا هنا مش هنحتاج ان احنا نزين الجاتوه من فوق، لا، احنا هنعتمد على الحشوة اللي في النص بس. احنا هنا مش هنحشي الجاتوه من فوق، هنحشيه في النص بس، وهنعتمد على الشكل الخارجي. هنشوف معانا كده في نهاية الفيديو. اتبعي الخطوات بالظبط كده وهيطلع معاكي احلى جاتوه. لو انتي مش محترفة تعمليه بكل احترافية، لان هو مفهوش افتكاسات كتير. وده الخليط بتاع سبونج الشوكولاتة. هبتدي امشي على الدوائر. شايفين انا همشي حوالين الدوائر بالخليط اللي معايا. همشي حوالين الدوائر لغاية ما اعبي كل الفراغات اللي موجودة. تمام، شايفين
حوالين الدواير، تمام، او بالشكل ده. بعد كده بقية الخليط هنزله فوق الكيكة، تمام. وهبتدي اوزعه بالاسباتيولا، يعني انا هحاول اوزع الكيك بالاسباتيولا كده علشان يغطي بقية الجوانب، تمام. اضربيها كده ضربتين على الرخامة علشان تحاول تتوزع الكيكة كويس. شايفين بالسباتيولا وانا بحاول امشي فوق الخليط، ما تقلقوش الرسومات مش هتضيع، يعني مش شكلها مش هيتغير، تمام. عندي فرن مسخنة مسبقا على حرارة 180 على الرف الأوسط. طبعا هنقلل الحرارة أقل من كده علشان خاطر ما تنشفش معايا في الفرن، يعني أول ما تستوي طلعيها على طول، ما تسيبهاش كتير. شايفين ده بعد ما خرجت من الفرن. عندي ورقة زبدة، تمام. أنا هحطها على وش الكيك، تمام. وهجيب حاجة علشان أقلبها عليها، تمام. هنقلب الكيك بالشكل ده. شايفين شكله بعد ما استوى؟ انا هنا هقسم، شايفين علشان هي هشة يعني اتقطعت مني انا وبقلبها، تمام. بالراحة كده، وهنبتدي نحطها. غطيها بورق الزبدة وغطيها بفوطة وسيبيها لغاية ما نحضر مع بعض كريمة الحشو، تمام. غطيها كويس عشان ما تنشفش منك. وتعالوا نحضر كريمة الحشو. عندي كريمة الحشو انا هستخدم كريم شانتيه، تمام. عندي كوباية من الكريم شانتيه وعليهم معلقتين كبار من السكر البودر، ومع كوباية متلجة، انا عايزاها كوباية متلجة، لو فيها كمان مكعبات تلج يبقى افضل. وهنفضل نضرب فيها كده لغاية ما القوام يتماسك معانا وتبقى قوامها متماسك. افضلي اضربي كده لغاية ما تحصلي على قوام متماسك، وكمان مش عايزاها سايلة علشان تبقى قوامها مظبوط، خاصة ان اليومين دول الجو حر. شايفين القوام بتاعها؟ انا هفضل اضرب لغاية ما يبقى القوام متماسك جدا، ويبقى عاملالي منقار كده ما يتحركش من مكانه. شايفين كده؟ انا بحاول اضرب اهو، شايفين قوام متماسك جدا. وعلشان نسقي الكيك هنا انا استخدمت معلقة كبيرة من السكر عليهم كوباية من المية، رفعتهم على النار، اخدوا غلوة واحدة بس وقفلت النار عليهم. واول ما برد انا استخدمت الخليط ده سقيت بيه الكيك. التسقية هنا بتخلي الكيكة خفيفة وهشة معايا، لان انا مش هستخدم كريمة كتير غير في النص بس. اهم حاجة نسقي الكيك من كل الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اوزع الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. هوزعها على كل الكيك بطريقة متساوية، يعني اهم حاجة تبقى كلها متساوية. اهم حاجة تبقى كلها متساوية في النص، لان احنا مش هنستخدم كريمة على الوش، احنا هنستخدم في النص بس. هنعتمد على التزيين اللي موجود في الكيك نفسه. نحط عليها الطبقة التانية بالشكل ده، تمام. حاولي تضغطي وتثبتي الجوانب على بعض كويس. هنسقي الطبقة اللي من فوق، وحاولي تسقيها كويس جدا لان احنا مش هنحط كريمة علشان تطري الطبقة اللي من فوق. حاولي تسقي من كل الجوانب علشان تطلع هشة معاكي. بعد ما نخلص تسقية الكيك هندخلها على الفريزر لمدة ليلة كاملة. ده تاني يوم، تمام. بعد ما طلعتها من الفريزر شايفين متجمدة ازاي؟ بجيب حاجة فيها اناء كده فيه مية سخنة سخنة تكون بتغلي، وهنزل فيه الطرنش بتاع التقطيع ده، وهمسحه من المية وابتدي اقطع الاربع جوانب بتاعة الكيك علشان تطلع عندي قطع متساوية. شايفين بالشكل ده؟ انا مش بهدر من الكيك كتير، لو شايفين هفوه كده صغيرة مش باخد كتير. هبتدي اقسم الكيك بحيث ان هو يطلع قطع متساوية زي ما انتوا شايفين كده، تمام. قطعي. طبعا هو عشان متجمد السكينة بتنزل بصعوبة شوية، بس ده عشان ما تسحش معانا. هنا انا هعمل روزتات من الكريمة. انا عندي كريمة لونتها، وهبقى انزلها لكم طريقتها في فيديو تاني، تمام. عملت منها روزتات وهزينها بالشوكولاتة، تمام. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، تحفة. عندي شوكولاتة عاملاها في قوالب سيليكون، تمام.
وفي ممكن اللي هو ورق الترانسفير ممكن تستخدميه برضو. تمام. انا هنا برضو استخدمت معاها ورق الترانسفير. ورق الترانسفير ده بيبقى ورق بتشتريه من عند بتوع ادوات الحلواني، بتصب فيه الشوكولاته وبيطلع معاكي الشكل اللي انت بتختاريه من هناك. شايفين كده؟ تحفه فنيه وبطريقه سهله. لو كنت وصلتي معايا لنهايه الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنسيش الكومنتات واللايكات الحلوه بتاعتك. السلام عليكم.